انا داير اقول للدعامه بالمناسبه، المرحله اللي فاتت دي انا قاعد اشوف مدى مقدرتكم شنو. انا قاعد ابشركم حسي في الساعات الجايه دي باذن الله. قلت لكم حتولع، اقسم بالله العظيم محل ما تقبلوا حتولع والله. ولا عندكم الموضوع ده لا بتقدر تمسكه من السيطره، ولا بتقدر تشوف انه عندك اختراقات على مستوى القياده في شغل تامي. انتوا عارفين انه الشغل التامي ده ما قادرين تسيطروا عليه. انا ببشرك حسي، الشغل التام في السودان في المرحله القادمه دي والساعات الجايه دي يا دعم سريع، الشغل ده تاني انا ما حطلع اتكلم. انا الجيش حيكفيني الكلام، حطلع بس اتمسخر. قتلتوا كم يا صاحبي؟ يلا قتلنا كده. اوه دعامه يا، انا حوصلكم مرحله يا دعم سريع. اسمع العربي ده يا خالد سليم، اسمع العربي ده، العربي ده يصلك ويتعداك انت وتقدم وحمدوك. اسمع العربي. اقسم بالله العظيم وجلال الله وعزة المعبود، شفت يا خالد السلك، انا اخلي الدعامه الكدمول اللي يلفوه في راسهم ده يكون توب، عشان لما يتبلع يقوموا يكفنوه بالتوب. يقول لك الطيران يخصف النساء. اقسم بالله وجلال الله وعزة المعبود في الساعات الجايه دي يا دعم سريع حتولع عليكم في اي اتجاه. والكلام انا اللي كتبته لكم قبل الضربه بتاعت قندهار، ما انا متابعكم، شايفكم في الميدان بتسووا في شنو. ما في تاتشر واقف في السودان كله. ما عندكم تاتشر واقف، ما عندكم ارتكاز واقف. ما انا شايفك الجرسه بتخش فيك كيف. الجاياكم دي، الجاياكم دي والله حتلفوا كدمول توب حق نسوان، عشان لما تتقطع كده يقوموا يكفنوك بالتوب يقولوا الطيران غصف بيقتل النساء والاطفال. والله العظيم يا دعامه، والله العظيم الكلام ده جد والله. انا ما قاعد اغش عليكم يا دعم سريع، والله ما قاعد اغش عليكم. انتوا عارفيني انا المصداقيه بتاعتي عند الدعم السريع اعلى من المصداقيه عند البلابسه. دعامه لما اقول لهم كلام بيصدقوا. لكن في شغل ثاني متقدم ده اقوله للدعم السريع. والله عندكم قيادات كبيره وزي اللي بيحصل في الفاشر ده تحديدا. الدعم السريع كان عنده قيادات معتمد عليها في شغل كبير جدا وما قادره تنجزه، لانه صراحه عندها تواصل مع القوات المسلحه وعندها تواصل مع القيادات، وفيه الناس قلبوا عديل وحسي تاتشرات ونكلاشات موجهه ضد الدعم السريع.